لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وفاد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده. تخيل معايا كده انك تعيش في زمن العلم فيه خطر والتفكير الحر تهمه والاختلاف ممكن يوديك السجن او القبر. تخيل انك تكون شاب صغير لسه ما كملتش 18 سنه وتبقى حافظ القران الكريم وفاهم الفلسفه وطبيب بيعالج امراء وملوك وفي نفس الوقت مطلوب ومطارد ومكروه. النهارده مش هنتكلم عن اسم في كتب التاريخ ولا عن شخصيه في قلب كتب المدرسه. النهارده هنتكلم عن انسان عايش طول عمره بيدور على الحقيقه ودفع ثمنها بحياته واللي اتعرض له. النهارده هنتكلم عن ابن سينا الشيخ الرئيس، الراجل اللي الغرب درس كتبه لمده 600 سنه واحنا فاكرينه مجرد سطر في قلب التاريخ. ابن سينا اسمه الحقيقي الحسين ابن عبد الله ابن سينا. اتولد سنه 980 ميلاديا في قريه صغيره، ومن هو صغير كان باين عليه ان هو مش هيكون طفل عادي. الولد هو عنده 10 سنين كان حافظ القرآن الكريم، مش ترديد وخلاص، لا كان حافظه عن فهم. ابوه كان راجل مثقف قريب من دوائر الحكم، بيحب العلم وبيفتح بيته للمناقشات الفلسفيه. تخيل طفل صغير قاعد بيسمع ناس كبار بيتكلموا عن الوجود، عن الروح، عن الله. مش انت متخيل انا بتكلم في ايه؟ طفل صغير بيحضر كل ده في بيته. الفكره بقى ان الطفل ده مش زي اطفال كتير كان بيسمع وخلاص، لا ده كان بيسمع وبيسأل. سينا ذات نفسه كان يقول لك انا كان ممكن اقرا الكتاب مره ما افهمش حاجه، اقراه 10 مرات ما افهمش حاجه، ممكن اقراه 100 مره ما افهمش حاجه، وممكن في لحظه افهم كل حاجه. فمن بدري العقل ده ما كانش عارف اللي هو ايه، بياخد اي حاجه والسلام. كان اي حاجه لازم تمر عليه كان لازم يفهمها كويس جدا. هو عنده 16 سنه ابن سينا قرر ان هو يتعلم الطب، مش عشان الفلوس او عشان جاه او عشان، لا هو كان شايف ان الطب اقرب حاجه عشان يفهم الانسان. واللي حصل ان هو في اقل من سنتين كان من اشهر الاطباء في قريته والقرى المجاوره، لدرجه ان كان في امير تعب وكل الاطباء فشلوا ان هم يعالجوه. جابوا الشاب الصغير ابن سينا والشاب عالج الامير فعلا. تفتكر المكافاه كانت ايه؟ ذهب ولا منصب ولا ايه بالظبط؟ المكافاه كانت ان هو يدخل مكتبه القصر، اكبر مكتبه في المنطقه وقتها. وهنا ابتدت تحول الحقيقه، كتب في كل علم، فلسفه، رياضيات، فلك، منطق، طب، كيمياء، حتى الموسيقى. ابن سينا ما كانش بيتعلم، ده كان بيبتلع المعرفه زي ما بيقولوا. بس خلي بالك المجد دايما ليه ثمن. بعد وفاه ابوه الدنيا بدات تضيق عليه، سياسه، صراعات، حكام بيقعوا وحكام بيطلعوا، وده حال الدنيا. وابن سينا كان عقله اكبر من ان هو يتحشر في قلب القصر. بدا يكتب، يفكر، ينتقد، وبقى يسال اسئله خطيره. هل العقل سابق على النص؟ هل الفلسفه تتعارض مع الدين؟ ايه هو الوجود والروح دي خالده ولا ايه الدنيا؟ الاسئله دي ما كانتش اسئله بريئه. سابها اتحبس واتطارد واتنفى. تخيل عالم بيكتب اعظم كتبه وهو في السجن، وتخيل ان نفس الناس اللي بتستدعيه عشان يعالجها هي نفس الناس اللي خايفه منه. وسط كل العشوائيه دي ابن سينا هيكتب كتاب هيغير فيه الدنيا كلها. الكتاب ده كان اسمه القانون في الطب. كتاب مش بس بيشرح الامراض، ده بيشرح التشخيص والكيفيه وكل حاجه. الكتاب ده اترجم للاتينيه واتدرس في اوروبا من القرن ال12 لحد القرن ال18. يعني طلاب اوروبا كانوا بيتعلموا من مسلم اصلا من قبل ما اوروبا تسقط. ابن سينا كان بيكتب وبيهرب وبيتعالج وبيحب ويغلط ويتحبس. بس مش كل الناس شايفه ان ابن سينا عبقري. في ناس شافته زنديق وخطر، فيلسوف بيشكك في الناس، بتكفر وتهاجم وتحرم من الكتب. تفتكر ليه؟ عشان قال العقل مش عدو الدين، وان التفكير مش كفر، وان السؤال مش جريمه. ابن سينا كان مؤمن، بس مؤمن بعقل مفتوح، وده اكتر نوع ايمان بيخوف. في اخر ايامه ابن سينا كان مريض تعبان مرهق. الغريب ان اعظم دكتور في عصره ما عرفش ينقذ نفسه، ومات سنه 1037 ميلاديا وهو عنده 57 سنه بس. ساب وراه اكتر من 450 كتاب، ثوره فكريه وتراث عايش لحد النهارده. ومات زي ما عاش
غريب. ابن سينا مش مجرد عالم ولا طبيب ولا فيلسوف، ابن سينا قصة إنسان سبق عصره فدفع ثمن ده. يمكن لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى ليه شأن كبير وهيبقى مفكر عظيم أو حتى شخصية مثيرة للجدل على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة إحنا محتاجين ابن سينا أكتر من أي وقت قبل كده، مش عشان نعبده ولا نقدسه، لكن عشان نتعلم منه إن العقل نعمة وإن السؤال بداية الإيمان مش نهاية. وبس كده تكون نهاية حلقة النهاردة، أشوفك الحلقة الجاية، سلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.